آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية: النصر السعودي يتراجع عن التعاقد مع حكيم زياش. البرتغالي جوتا بديلا لحجازي في اتحاد جدة، واستدعاء طارق حامد لمعسكر الإعداد. لويس إنريكي ينهي اتفاقه لتدريب باريس سان جيرمان لمدة موسمين. وليفربول يكشف عن القميص الاحتياطي للفريق للموسم الجديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت واشتراك في القناة، ونبدأ مع بعض نشوف تفاصيل الفيديو. مانشستر يونايتد يتفق على ضم ماسن ماونت من تشيلسي مقابل 60 مليون استرليني. النصر السعودي يحسم صفقة مارسيلو بروزوفيتش من انتر ميلان. برشلونة يضغط لضم أرادوغول موهبة نافر التركي. أرسنال يقترب من ضم تيمبر مدافع أياكس الهولندي مقابل 40.5 مليون استرليني. مانشستر يونايتد يجهز لضم أونانا حارس انتر ميلان. كشفت تقارير صحفية عن تراجع نادي النصر السعودي في اتفاقه مع المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، على الرغم من إجراء الكشف الطبي أمس الخميس ليكون لاعبا للفريق بداية الموسم. وقال الصحيفة الرياضية السعودية أن زياش حضر الرياض أمس لإجراء الفحوصات الطبية، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تكلل بالنجاح لعدم الاتفاق على بعض البنود. وكانت التقارير قد أكدت أن زياش يقترب من ارتداء قميص النصر، وسيحصل تشيلسي على 15 مليون يورو، حيث يرتبط اللاعب المغربي بعقد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2025. وأوضح التقرير أن زياش سيوقع عقدا لمدة 3 مواسم مع النصر تنتهي في يونيو 2026 مقابل راتب سنوي رابع بين 12 و 13 مليون يورو. ويمتد عقد زياش مع تشيلسي الإنجليزي حتى 2025، لكن يتطلع اللاعب الرحيل عن النادي بسبب قلة المشاركة مع البلوز. يرحب حكيم زياش بانتقال صفوف النصر السعودي مزاملة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق. أنهى نادي باريس سان جيرمان اتفاقه مع لويس إنريكي لتولي القيادة الفنية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية خلاف كريستوفر جالتبي، نتيجة الإخفاق الشديد في بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية التي توج بها مانشستر سيتي. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يستعد للإعلان بشكل رسمي عن رحيل جالتبي خلال ساعات بعدما انتهت المفاوضات لحصول مدرب الحائز على اللقب بقيمة 6 ملايين يورو. وأشار التقرير إلى أن نادي باريس سان جيرمان ينتهي حاليا من عقود إتمام الاتفاق مع لويس إنريكي لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وأن يكون الإعلان عن رحيل جيبتي يتولي المدرب أسباني خلال ساعات. وتولى لويس إنريكي صاحب 53 عاما تدريب منتخب أسبانيا في 18 يوليو عام 2018 خلف المدرب فرناندو هيرو. وقاد لويس إنريكي منتخب أسبانيا في 44 مباراة، فاز في 24 لقاء وتعادل في 11 وخسر 9 مواجهات، وأحرز 94 هدفا واستقبل الشباك 44. وكان أبرز إنجاز حققه لويس إنريكي مع منتخب هو الحصول على وصافة دوري الأمم الأوروبية موسم 2020-2021. وكان لويس إنريكي قد حدد 3 شروط لتدريب باريس سان جيرمان على رسالة حقيقية في اتخاذ القرار بشأن المغادرين والقادمين داخل PSG، فيما يتمثل الشرط الثاني في سلطة اتخاذ القرارات الكلية على الخيارات التكتيكية في كل المباريات. وأخيرا الحصول على راتب قيمته 10 ملايين يورو في الموسم الواحد بصرف النظر عن مدة العقد مع باريس سان جيرمان. عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على لايك واشتراك في القناة وتدعمونا بكومنت، ونشوفكم فيديوهات أخرى.